تخيل إن ممكن طلقة مدفع تطمنك. مدفع رمضان اللي بدأ بالصدفة سنة 865 هجرية فعند السلطان خوش قدم. حكى لنا المؤرخين إن السلطان كان بيجرب مدفع جاله هدية وصادف التجربة ساعة أذان المغرب في رمضان. الناس افتكرتها إشارة إفطار وفرحوا جدا، ومن يوميها بقى البارود هو رسول البهجة في مصر وخصوصا في رمضان. لكن الحكاية ليها أصل، وأصلها من المصريين القدماء. عالم المصريات أدولف إيرمان وصف في كتابه إن أجدادنا استخدموا الطبول والأجراس للإعلان عن اللحظات المقدسة في المعابد. المصري عرف إن الحدث العظيم لازم يسبقه صوت في هز الأرض علشان ينبه الروح قبل الجسد. مدفع رمضان طلقة سكنت القلوب وحولت آلة الحرب لنداء للحب، وهو الرابط اللي بيجمعنا كلنا في نفس الثانية من أيام خوش قدم لحد النهاردة. تفتكروا لو الصدفة دي ما حصلتش كنا هنفطر على صوت إيه؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من أصلها إيه مع بتوع الآثار.